كنت عايش مع واحد يعني قعدنا سنة ونص كده مع بعض. هو كان له قصة كده يعني، وبعدين فقبضوا عليه كان في الجيش، فدخل لرتبة عالية قوي عارف يسموها النيابة العسكرية ولا ايه، نمرة 2 يعني. بيقول أول ما دخلت ده ما خلاص بقى قالوا له يعني خلاص احنا هنرميك هناك عشان تروح بقى السجن الحربي ويقتلوك هناك. فقال لهم لا أنا مش خايف. فراح. بيقول أول ما دخلت حسيت إنه الله اداني إحساس إن الراجل ده، إن أنا عالي قوي والراجل ده صغير قوي في المكتب بتاعه الضخم ده صغير قوي، حجمه صغير قوي. فكل الكلام اللي كانوا بيقولوه لي بقى عارفين بيغموا عينيهم ويستنوهم، قال استنى ساعتين 3 عشان يعني يخوفوهم كلام. لما دخل ولا حاجة حسيت إنه هو فدخلت أضحك. يقول لي بتضحك ليه يا عسكري؟ قال له يا فندم مفيش حاجة، بس أنا مش عارف يعني مش خايف من حضرتك يعني، مش عارف مش قلقان. فالراجل استغرب وبعدين راح ابتدى يكلمه على ربنا. فالراجل وحل فيه، راح موصله لأعلى حاجة بقى القمة يعني. فأول ما دخل قال له يا ابني فين؟ قال له يا فندم بيكلموني في الدين وأنا مش بحبه كده. قال له مش عارف أعمل لك حاجة من ساعة ما دخلت وانت انا شايف ابني مش شايفك انت، مش قادر اعمل لك حاجه، حاسس انك انت ابني ومتعاطف معاك جدا. انا هبعت معاك ناس تتكلم في الوحده بتاعتك، ما حدش يكلمك في الدين، ما حدش يقرب منه، هم وحشين. ده راجل يعني شاب صغير لكن داخل معاه إلهه لوحده في منطقة ممكن يتقتل فيها بمنتهى السهولة، لكن داخل معاه إلهه فمش خايف.